السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أقول لكم معلومة جديدة ومعلومة سريعة. طبعا المعلومة ديت بتحصل في أي بيت في بلدنا العربية، مصر، جمهورية مصر العربية. إيه المعلومة دي يا دكتور خليفة؟ دلوقتي ناس كتير مننا، ناس كبار في السن أو أطفال صغيرة، بيحصل لهم نزلات معوية متكررة، بيحصل لهم اسهال، بيحصل لهم ترجيع، بيحصل لهم ارتفاع في درجه الحراره، والثلاث حاجات دول بيحصلوا مع بعض. طبعا لما يحصل ارتفاع في درجه الحراره، اول حاجه الناس بيعملوها بيدوا له خافض للحراره. طب احنا دلوقتي عندنا نزله معويه وفي كميه سوائل في الجسم بتبدا تقل، في حاجات ما ينفعش نديها كخوافض للحراره بالنسبه للاطفال الصغيره، وبالنسبه للناس الكبيره في السن، وبالنسبه للناس المعرضه اللي يحصل لها جفاف، والناس اللي هم اصحاب الامراض المزمنه زي امراض الكلى، او لا قدر الله واحد عنده ضغط، عنده سكر، عنده كبد. فيفضل ان في حاجات معينه ممكن ما نديهاش. ايه الحاجات اللي احنا غلط اللي احنا نديها؟ غلط طبعا احنا ندي اي حاجه فيها ايبوبروفين، اللي هو البروفين والكونتافيفر والميجافين والكلام ده كله. وغلط برضو اللي احنا ندي مادة الديكلوفينات، صوديوم او بوتاسيوم، زي الدولفين، زي الفولتارين. ليه يا دكتور خليفة؟ لان الحاجات ديت بتعمل جاسترايتس او التهاب في المعدة، وبالتالي هتزود عندنا المغص والالتهابات والترجيع. وفي نفس الوقت الحاجات دي برضو بتأثر على وظائف الكلى اللي احنا اصلا خايفين عليها من نسبة الجفاف اللي موجودة، او من الاسهال والترجيع اللي موجود، لانه بكده بيبدأ يحصل حاجة اسمها بري رينال فيلير، اسباب موجودة بتبدا تاثر على الدوره الدمويه وبتاثر على البلاد فلو اللي موجود للكلى، فبالتالي يخش لا قدر الله في فشل كلوي. يبقى احنا كده بنزود العوامل المؤثره اللي ممكن تدخل المريض دوت في فشل كلوي. علشان كده يفضل اي طفل او حد كبير في السن او حد عنده امراض مزمنه لا قدر الله، اللي احنا نديله ماده الباراستامول اللي هي موجوده في السوق، ايه؟ سيتال او ابيمول او باراستامول باي نيم. طبعا الادول والبنادول الحاجات دي كلها مقاطعه، فاحنا مش هنستعملها. تاني حاجه اللي احنا نعمله كمادات، والكمادات دي شيء اساسي في اي ارتفاع في درجه الحراره، لان معظم الخوافض ما بتشتغلش في درجات الحراره العاليه، بتبدا تشتغل من درجه 38 ل 38 ونص، فبالتالي لازم نعمل له كمادات، ودي شيء اساسي في العلاج. ودي كانت معلومه بسيطه حبيت اقولها لكم النهارده، لانها بتحصل معانا في كل بيت في مصر. معظم الاطفال اللي بيدخلوا في نزلات معويه، والناس الكبار في السن اللي بيدخلوا في نزلات معويه ومعاه ارتفاع في درجه الحراره، بلاش نستعمل مواد اللي فيها ايبوبروفين والديكلوفيناك، ويفضل ان احنا نستعمل اي حاجه فيها باراسيتامول مع استعمال كمادات مستمر. ودي كانت معلومه سريعه حبيت اقولها لكم النهارده في قناه الدكتور مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. ويا ريت تعملوا لنا فولو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.